حياكم الله وحفظه الله وبارك وشكر الله سعيكم. طبتم وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. فيسرنا في هذه الليلة المباركة أن نبتدئ سلسلة من الدروس تابعة لجمعية منار السبيل الخيرية، ولا يفوتني أن أشكر الشيخ القائم عليها الدكتور حسن بن عبد الله العجمي وفقه الله عز وجل وجزاه الله خير الجزاء، فهو السبب في هذه الكلمات. شار علي أن يكون كل أربعاء بعد صلاة العشاء كلمة في الآداب الشرعية الإسلامية، ونستعين بالله عز وجل. واخترت اليوم أيها الأحبة أن أتحدث إليكم في أدب من الآداب الإسلامية، وهو أدب السلام. ونأخذ بإذن الله تعالى شيئا من الفوائد الطيبة في معنى السلام، وكذلك في الفضائل المترتبة على السلام. وأيضا نعرف كم مرة ورد اسم السلام في كتاب الله تعالى. فأول هذه الفوائد أن اسم السلام أيها الأحبة معناه كما قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، يقول: معنى السلام أي السالم من كل نقص وعيب وآفة. فهذه أول فوائد الليلة، أن معنى السلام ما هو؟ السالم من كل نقص وعيب وآفة سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية أن اسم السلام لم يرد في القرآن الكريم إلا مرة واحدة في أواخر سورة الحشر. يقول الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. فلم يرد اسم السلام في القرآن الكريم إلا مرة واحدة. طيب، لو ألقيت على أخيك السلام، ما معنى قولنا لبعضنا السلام عليكم؟ هذه كلمة عظيمة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح رياض الصالحين، يقول: السلام بمعنى الدعاء بالسلامة من كل آفة. فإذا قلت لشخص السلام عليكم، فهذا يعني أنك تدعو له بأن الله يسلمه من كل آفة، يسلمه من المرض والجنون، ويسلمه من شر الناس، ويسلمه من المعاصي وأمراض القلوب، ويسلمه من النار، فهو لفظ عام. فكلمة عظيمة. إذا قلت السلام عليكم تدعو له بالسلامة من كل الآفات المذكورة. طبعا الله عز وجل يقول في السلام: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. معنى الاستئناس هنا يا إخوان أي الاستئذان، وسمي الاستئذان استئناسا يقولون لأنه يؤنس صاحب البيت. فإذا استأذن الإنسان على غيره يأنس صاحب البيت بهذا الاستئذان. فقال تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. وقالت سبحانه وتعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. هذه فائدة لكم يا أخوان. إذا دخلت البيت كيف تسلم على نفسك؟ بالضبط كما نسلم في التحيات، نقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهذا ورد عن الصحابة أنهم كانوا إذا دخلوا على بيت لا يوجد فيه أحد يقولون: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فالصحابة رضي الله عنهم ثبت في الحديث الصحيح أنهم كانوا في التحيات يقولون: السلام على فلان، السلام على فلان، ويسلمون على أسماء كثيرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يكفيكم أن تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنها تشمل كل عبد صالح في الأرض وفي السماء. فإذا سلمت قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تدخل فيها كل عبد صالح من الملائكة ومن الجن ومن الإنس، فهو لفظ عام ويشمل الجميع. وقال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. كذلك الله عز وجل يقول عن أصحاب الجنة، صلى الله يجعلنا وإياكم منهم وأهلينا ومن نحب، يقول: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. فالله عز وجل يسلم على أهل الجنة، وأهل الجنة يسلمون على الله، تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأيضا يقول الله عز وجل: لهم دار السلام عند ربهم. هذا بالنسبة للآيات التي وردت في السلام. أما بالنسبة للأحاديث في فضل السلام
فمنها أيها الأحبة قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخلون الجنة. هذا الحديث روي بإثبات النون على أن لا نافية، وروي بإسقاط النون على أنها ناهية، وكلا الروايتين صحيح. الذي يقول لا تدخلون الجنة صحيح، والذي يقول لا تدخلوا الجنة صحيح أيضا. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فهذا الحديث نص صريح على أن إفشاء السلام سبب لحبنا لبعضنا. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم 6. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، يعني قل له يرحمك الله، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل المدينة، حديث عبد الله بن سلام، أول حديث سمعه النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة، لما كان مهاجرا من مكة إلى المدينة، قال: يا أيها الناس أفشوا السلام، أفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه عبد الله بن سلام. اربط الحديث هذا مع عبد الله بن سلام رضي الله عنه. أيضا أيها الأحبة من الآداب أن إلقاء السلام على غيرك سنة بالإجماع. نقل هذا الإجماع ابن عبد البر، أبو عمر بن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى، نقل الإجماع على أن إلقاء السلام سنة، ورد السلام نقل أيضا ابن عبد البر أن رد السلام واجب. واضح يا إخوان؟ فالآن إذا سلمت على أحد، ما حكم إلقاء السلام؟ سنة. طيب هو ما حكم رده عليك؟ واجب. والواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فإذا ترك رد السلام عليك بعدما سمعت فإنه يأثم، لأن رد السلام واجب. أيضا يعني من المسائل التي تهمنا في هذا الباب، إذا سلم رجل على جماعة، الآن نحن بالمجلس جماعة، دخل رجل فقال: السلام عليكم، ما حكم الرد عليه؟ هل هو فرض عين على كل واحد منا أم فرض كفاية؟ أحسنت، فرض كفاية. يعني لو رد أبو أحمد عليه قال: عليكم السلام، يسقط الإثم عنا جميعا، مثل صلاة الجنازة، إذا مات مسلم وصلوا عليه طائفة جماعة من الناس يسقط الإثم عن البقية. كذلك رد السلام، لو دخل رجل فقال: السلام عليكم، ورد واحد منا سقط الإثم عنه. طيب لو لم يرد ولا واحد منا نأثم جميعا. لكن لو سلم عليك وأنت لوحدك في المسجد فهنا يتعين عليك الرد، يكون واجب في حقك لأنك لوحدك وهو يريد أن يسلم عليك. بعدها أيها الأحبة المسألة التي تليها صفة السلام. أنت مخير بأن تقول: السلام عليكم، وهذه أقل المراتب، ثم تقول: السلام عليكم ورحمة الله، وهذه المرتبة الثانية، ثم تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن كم مرتبة لنا؟ 3 مراتب. وهذه فيها حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس، كان النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس، فمر رجل فقال: السلام عليكم، فقال: 10 حسنات. فمر رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال: 20 حسنة. فمر رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال: 30 حسنة. فكلما زدت زاد الأجر وزادت الحسنات. أما صفة الرد فإذا قال: السلام عليكم، الله عز وجل يقول في سورة النساء: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. كيف أحسن منها؟ الآن هو قال لك السلام عليكم، أحسن منها تقول: عليكم السلام ورحمة الله. قال لك السلام عليكم ورحمة الله، تقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ما يصير تنقصها. مثلا قال لك واحد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقول: عليكم السلام. لا، ما يصير. إذا أتى بالصيغة كاملة يلزمك أن ترد عليه بالصيغة كاملة، تقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فلا تنقصه، لأن الآية صريحة: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أيضا أيها الأحبة من الآداب المتعلقة بالسلام استحباب تكرار السلام 3، وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا سلم 3، وهذا محمول على إذا كان المجلس فيه أناس كثير وسلم النبي عليه السلام ولم يسمعوا صوته، فيستحب لك أن تعيد السلام مرة ثانية وثالثة إذا غلب على ظنك أنهم لم يسمعوا سلامك. وأيضا أحيانا تدخل وتسلم ويكون الإنسان سمعه ثقيل،
أو أنت صوتك خفيف لما سلمت فيقع في نفسك شيء، تقول لماذا لم يرد علي السلام؟ فأحسن حل تسلم مرة ثانية وترفع صوتك، ربما لم يسمع. إذا لم يسمع المرة الثانية تسلم المرة الثالثة ولا تزد على الثالثة شيء، حدك 3 مرات. إذا لم يرد وتعمد فإنه يأثم ولك أجر السلام. أيضا أيها الأحبة من الآداب المتعلقة الجهر. البعض يخطئ ويسلم بصوت خافت، فإذا دخلت في مجلس ارفع صوتك بالسلام، وكذلك الذي يرد عليك لا ينبغي له أن يرد بصوت خفيف. مثل رجل دخل قال السلام عليكم تقول وعليكم السلام، أما إذا دخل رجل وجهر بالسلام قال السلام عليكم وأنت تقول عليكم السلام، لم يسمعك، هذا خطأ. فترد كما ألقى عليك السلام بالجهر ترد عليه بالجهر. أيضا من الآداب المتعلقة أيها الأحبة من السنة تعميم السلام، أي على من عرفت ومن لم تعرف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث البخاري ومسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام، يعني تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. وأيضا جاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة. يعني شلون؟ ما يسلم إلا على الذي يعرفه. هذا من أشراط الساعة الصغرى، من علامات الساعة الصغرى. وفي رواية أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. وفي رواية إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، يعني يسلم على خاصته ناسه الذي يعرفه. أيضا أيها الأحبة استحباب ابتداء القادم بالسلام. إذا دخلت على مجلس أنت الذي تسلم، إذا دخلت المسجد أنت الذي تسلم، إذا دخلت الدوام البيت البادئ الداخل هو الذي يسلم. من الآداب أيضا أن يسلم الراكب على الماشي. تقود السيارة ومريت بجارك، مريت أحد يمشي بالطريق وأنت تقود السيارة، أنت الذي تسلم. ويسلم الماشي على القاعد، أن تمشي في ممشى وغير ناس جالسة، الذي يمشي هو الذي يسلم على الجلوس. والقليل على من؟ على الكثير. والصغير على الكبير. طيب الآن أسألكم، الراكب على الماشي ما الحكمة؟ لماذا الراكب هو الذي يسلم على الماشي؟ لأنه في علو مثلا. أحسنت، لأنه في علو، راكب سيارة، فربما يقع في نفسه شيء من الكبر، فيسلم حتى يتواضع. والله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من تواضع لله رفعه. وأيضا الماشي على القاعد، قالوا القاعد شبهه بالداخل الجالس في بيته، أو كأنه جالس في بيته وأنت دخلت عليه لما مشيت في جانبه. والقليل على الكثير قالوا لحق الكثير على القليل. فمثلا لو كنت تمشي في ممشى معك صديقك ومروا ناس 4 وأنتم 2، من الذي يبدأ بالسلام؟ 2 يسلمون على 4. قالوا الصغير على الكبير لحق الكبير على الصغير. مسألة مهمة. طيب لو خالف أحد، مثلا كبير سلم على صغير أو كثير سلموا على لو خالفوا هل يأثمون؟ لا يأثمون، بالعكس لهم الأجر، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام فخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فإذا سلم هذا خير وبركة وله الأجر، لكن الأولى أن نمشي على الترتيب السابق. أيضا من المسائل أيها الأحبة إذا كان هناك ماشيان ثم حال بينهما حائل كشجرة أو جدار ونحو ذلك، فهل يشرع لهما السلام إذا التقيا مرة أخرى؟ واحد يمشي مع صديقه ثم عرض لهم جبل أو عرض لهم شجر أو عرض لهم ثم التقيا، ولا ركبوا سيارة مع بعض ونزلوا ثم التقيا مع بعض، أو طائرة ثم التقوا في المطار أو غيره، فهل يسلمون على بعض؟ نعم يسلمون على بعض. ويستدلون في حديث مسيء صلاته أنه كان يصلي ثم يأتي يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم يرجع فيسلم ثم يصلي 3 مرات، كل ما رجع سلم على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا في جواز تكرار السلام. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. من الآداب أيضا مسائل مهمة، هل يجوز السلام على المرأة الأجنبية؟ مرأة لا تحل لك ولا ليس بينك وبينها رحم، هل يجوز لك أن تسلم عليها؟ الصحيح في هذا التفصيل يقولون إذا كانت المرأة كبيرة وعجوز فتسلم عليها، طبعا من غير مصافحة، لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة والله ما مست يد النبي عليه الصلاة والسلام يد امرأة قط،
وإنما كان يبايعهن بالكلام، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، فكانت المبايعة مجرد كلام، لم يصافح النبي عليه الصلاة والسلام امرأة قط. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأن يضرب أحدكم بمخيط من حديد، يعني حديد يدخل في رأسه، خير له من يمس يد امرأة أجنبية لا تحل له. فعندنا بعض العادات يظنون أن إذا وضعت حائلا فإن هذا يسقط الإثم، فتجد بعض النساء تضع الخمار ثم تسلم على الشايب ولا تسلم، فهذا أيضا ما يصح، لأنه أهل العلم نهوا عن السلام حتى لو كان مع وجود حال. فإذا نقطع دابر الشيطان ولا تسلم على المرأة الأجنبية، وإنما تسلم على ذات الرحم. من المسائل أيها الأحبة استحباب السلام على الصبيان. أنس بن مالك رضي الله عنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فوائد السلام على الصبيان. اسمعوا هذا الكلام الطيب ونطبقه بإذن الله تعالى. ما هي فائدة السلام على الصبيان؟ أولا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسلم على الصبيان. ثانيا التواضع، تتواضع، أنت كبير تسلم على الصغار، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. ثالثا تعويد الصبيان على محاسن الأخلاق. الصبي إذا سمعك تسلم عليه يتعود على بذل السلام. رابعا أن هذا يجلب المودة للصبي، يعني أن الصبي يحب الذي يسلم عليه ويفرح بذلك، وربما لا ينساه لك أبدا، ربما لا ينسى التسليم هذا لك أبدا. فلذلك يحب أكثر من السلام على الصبيان ونعودهم على هذا الشيء وعلى هذا الخلق العظيم. مسألة جميلة: إذا سلم بالغ على صبي، انتبهتوا؟ بالغ رجل كبير سلم على عبد العزيز الصغير، هل يلزم عبد العزيز الرد؟ هل يكون واجبا الرد في حقه؟ أحسنت. الصغير دون سن البلوغ إذا سلمت عليه لا يجب عليه الرد، لأنه ليس من أهل الفروض، لأنه ليس مكلفا. لكن العكس صحيح، إذا سلم الصغير على الكبير يلزم الكبير أن يرد عليه. نعم. قال من الآداب أيضا يحب مرات تدخل في بر مخيم أو في مكان ويكون بعض الناس نايمين بعضهم مستيقظين، فكيف تسلم؟ الله أكبر، ديننا محفوظ، كل شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ما في أدب ولا في دين ولا في خلق إلا دلنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه يقول: كنا نحتلب يحلبون الشام فيشرب كل إنسان منا نصيبه ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال: فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظة. يقول: في هذا أدب نبوي رفيع، حيث يراعي فيه حال النائم فلا يكدر عليه نومه، وفي الوقت نفسه لا تفوت فضيلة السلام. فإذا دخلت مكان وفي ناس نائم وناس قاعدة لا تسلم صوت عالي، لأنك ربما توقظ النائم، وبعض الناس نومه ثقيل يمكن إذا قعد ما ينام مرة ثانية، فتسلم التسليم بصوت واطي يسمعك اليقظان ولا يسمعك النائم ولا تأخذ النائم. هذه مسألة أيضا يكثر السؤال عنها، أو يعني نراها في الكويت وفي غيرها. هل يجوز بداءة أهل الكتاب بالسلام اليهود والنصارى ويلحق بهم المشركون عبدة النار والهندوس وغيرهم؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. فاليهود والنصارى ما ينفع نقول السلام عليكم، لكن إذا سلم هو قال السلام عليكم كيف نرد عليه؟ وعليكم فقط. ليش يا أخوان؟ لأنهم إذا سلموا علينا يدعون، بعضهم يدعو علينا كما كان يفعل اليهود قبحهم الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في سورة عبد الاشترجي في قوله تعالى: يا أيها الذين وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. نعم إن شاء الله بعدها. فكانوا يقولون السلام عليك، السلام عليك يا أخوان يعني الموت، يدعون النبي عليه السلام بالموت. فكانت عائشة رضي الله عنها ماذا تقول عليكم السلام واللعنة، فتروح عائشة رضي الله عنها وتسبهم. فقال: يا عائشة مهلا، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قالت: يا رسول الله ما سمعت ما قالوا؟ قال: ما سمعت ما قلت لهم، قلت عليكم. شوف أدب النبي عليه الصلاة والسلام، لم يسب ولم يشتم، حتى لو كانوا يدعون قال إيش؟ وعليكم. فاليهود والنصارى لا نبدأهم بالسلام، وإن سلموا علينا نقول إيش؟ نقول وعليكم.
طيب يا أخوان، أيضا من المسائل المتعلقة في هذا الباب، إذا دخلت مثلا مكان يا أخوان فيه مختلط، فيه بعض الكفار وبعض المسلمين، وهذا تقع معي في بعض المصابغ، احنا نسميه في الكويت لتكوي الملابس مصبغة، تشوف الهندوس وتشوف بعضهم ايش؟ مسلمين وبعضهم هندوس، فكيف؟ ماذا تصنع؟ هل تسلم أم تسكت؟ تسلم وتنوي بسلامك الإلقاء على من؟ على المسلم. فإذا كان مختلط، مكان مختلط فيه بعضهم مسلم وبعضهم كفار، فتسلم وتنوي بهذا التسليم على المسلم. إن شاء الله بعدها يقارب هل نعم. طيب، بعضها من المسائل جواز السلام بالإشارة. أحيانا يكون إنسان منشغل بونس، أحيانا يكون إنسان منشغل، صحيح؟ يعني مثلا واحد يصلي، هل يجوز السلام على المصلي؟ يجوز السلام على المصلي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والصحابة رضي الله عنهم دخلوا فسلموا عليه، لكن هل يرد السلام بالكلام أم بالإشارة؟ يرد بالإشارة. وتنوعت الأحاديث في طريقة رد النبي عليه الصلاة والسلام، فأحيانا كان يرد بإصبعه، يرفع إصبعه عليه الصلاة والسلام، وأحيانا كان يشير بيده، وأحيانا كان يخفض رأسه. فأنت مخير، لكن من غير أن تتكلم. الرد يكون بالإشارة. نعم. قال ما صفة الرد السلام بالإشارة؟ مر معنا كيف نسلم بالإشارة. أيضا من المسائل، أحيانا تدخل يوم الجمعة وتجد رجل يفتح المصحف ويقرأ سورة الكهف، فهل تسلم عليه؟ إن سلمت عليه شوشت عليه، ربما ينسى أين وصل في القراءة، ربما هو يكون متدبرا خاشعا باكيا يقرأ آيات فيها الوعد والوعيد ومتأثر ويقرأ ويتدبر، فأنت سلمت عليه قطعت عليه ورده. فالشيخ صالح فوزان حفظه الله تعالى له مقاطع كثيرة ومسجلة موجودة أنه يقول لا يسلم على تالي القرآن لأنه يشوش عليه. وأيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول لو كان رجل يراجع من حفظه فأنت دخلت وسلمت عليه فقالوا عليكم السلام ثم قطعت عليه، لا يدري هل هو في أول وجه أو في آخر أو في وسط، وربما ينسى ربما يعيد السورة من أولها. فلذلك إذا كان الإنسان مشغلا في تلاوة القرآن دعه، إذا انتهى من القراءة تسلم عليه. كراهية السلام على المتخلي. معنى المتخلي الذي يقضي حاجته. هذا الصحابي مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم على النبي عليه السلام فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه. أخلاق النبي عليه السلام، اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو على طهارة. فالمتخلي الذي يقضي حاجته لا يكره السلام عليه، وإذا سلم عليه أحد لا يرد في نفس الحال، وإنما يتوضأ ثم يرد عليه السلام. أيضا من الآداب، وبقي قليل نختم، اسمحوا لنا طولنا عليكم الجلسة، بقي كم أدب. استحباب السلام عند دخول البيت. إذا دخلت البيت فسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنس، وأنس ما كانت مهنته، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. الله أكبر. ويقول الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى من أعظم أسباب البركة في البيوت التسمية عند الدخول والتسليم على أهل البيت. فإذا دخلت البيت تبدأ بالسواك كما جاء في حديث أمنا عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالسواك ثم تسمي ثم تسلم على أهلك، فهذا فيه بركة عظيمة عليك وعلى أهل بيتك. وأيضا جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث ثابت الصحيح ثلاثة كلهم ضامن على الله إن عاش كفي وإن مات دخل الجنة. إن عاش كفي وإن مات دخل الجنة. من دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله عز وجل، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. أيضا من السنن المتعلقة في هذا الباب إذا سلم عليك أحد وقال لك يا أبي مثلا جارنا فلان يسلم عليك، أبو أحمد يسلم عليك، أبو خالد يسلم عليك، كيف ترد السلام؟ السنة أن تقول عليك وعليه السلام، وإن زدت ورحمة الله فهو خير، وإن زدت ورحمة الله وبركاته فهو خير. يستدلون بحديث أمنا عائشة رضي الله عنها من فضل عائشة رضي الله عنها وفضائلها كثيرة جدا، أن النبي عليه السلام كان عندها وجبريل موجود وهي لا تراه، فقال هذا جبريل يقرئك السلام.
فقالت عليه السلام عليك وعليه السلام ورحمة الله، وفي رواية زادت وبركاته. ترى ما لا نرى يا رسول الله، يعني أنت يا رسول الله ترى أشياء لا نراها. فلذلك إذا نقل أحد إليك السلام، وهذه كما قال ابن عبد البر، قال رجل لأبي ذر الصحابي فلان يقرئك السلام، فقال هدية حسنة ومحمل خفيف، هدية حسنة ومحمل خفيف، أن فلان يقرئك السلام. فإذا قال لك أحد فلان يسلم عليك فقل عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يا أخوان، إذا دخلت المسجد وكان هناك حلقة وكان هناك ناس جلوس، فهل تبدأ بالسلام عليهم أولا أم تصلي تحية المسجد؟ ماذا تقدم؟ تحية المسجد، لأن تحية المسجد حق الله والسلام حق المخلوقين، فإذا تعارض حق الله مع حق المخلوقين نقدم حق من؟ نقدم حق الله. فإذا دخلت مثلا حلقة أو درس أو ناس في المجلس في مسجد، تصلي ركعتين أولا ثم تذهب وتسلم عليهم، مثل ما فعل الرجل يسيء صلاته، أولا دخل فصلى ثم ذهب يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسائل أيها الأحبة كراهية السلام والإمام يخطب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وعلى هذا لا يشرع السلام حال الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم المأمومين بالإنصات حال خطبة الإمام. طيب لو سلم أحد والإمام يخطب، هل يجب علينا الرد عليه؟ ما يجب علينا الرد يا أخوان، لأنه يكره في حقه أن يسلم علينا، لكن في حل. ما هو الحل؟ إذا انتهى الخطيب من الخطبة الأولى تقول عليكم السلام، وإذا انتهى الخطيب من الخطبة الثانية تقول أيضا عليكم السلام. فسكوت الخطيب بين الخطبتين لك أن تتكلم. وأيضا إذا دعا الخطيب يوم الجمعة فهذا الدعاء لا يعد من الخطبة، فإذا تكلمت والخطيب يدعو فلا تعتبر الصلاة ملغية، لأن الدعاء ليس من الخطبة. طيب لو صافحك أحد لم يسلم، مد يده وجلس سلم في جنبك ثم رآك ومد يده وقال السلام عليكم، مد يده مثلا، فتصافحه من غير أن تتكلم، ثم بين الخطبتين تقول عليكم وعليكم السلام. وأيضا من الآداب أن الإنسان إذا أراد أن يكلم أحد حتى لو كان في الهاتف أنه يبدأ بالسلام. بعض الناس الأسئلة يبدأ مباشرة أنا فلان شلونك بدون أن يسلم، الأفضل أن يسلم ثم يبدي حاجته. وأيضا من الفوائد بعضهم تقول السلام عليكم يقول مرحبا يا مرحبا حياك الله، لا يجزئه. الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه يقول لو قال مرحبا 100 مرة لا تجزئه عن قول وعليكم السلام. فإذا سلمت على أحد يقول وعليكم السلام ثم يقول ما شاء يا هذا يا مرحبا حياك الله، لكن بعدما يقول عليكم السلام. الفائدة الأخيرة والأدب الأخير معنا في هذه الليلة بارك الله فيكم، من السنة إلقاء السلام قبل مفارقة المجلس. الآن أنت إذا دخلت المجلس قلنا إيش تسلم صحيح، ثم جلست عشيت في المجلس ثم أردت أن تخرج أيضا تسلم مرة أخرى، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. فيه مشروعية السلام عند دخول المجلس وعند القيام منه. قال الطيبي في فيض القدير قيل كما أن التسليم الأولى إخبار عن سلامته من شره عند الحضور، فكذا الثانية إخبار عن سلامته من شره عند الغيبة. فهو يسلم عليهم في البداية يسلم من شره عند حضوره، ويسلم عليهم في النهاية ليسلموا من شره في حال غيبته. فالآن نسأل بعض الأسئلة الأخوة، أنا أختار معلش أختار بعض الأسئلة واختار بعض الأشخاص إن أذنتوا لي يا أخوان قبل أن نختم. جزاكم الله خير. نبدأ فيك يا أبو عمر، جاهز ولا؟ ما حكم إلقاء السلام؟ سنة. طيب ما حكم الرد؟ الرد واجب. هديتك محفوظة معي، جزاك الله خير. طيب يا شيخ أحمد بارك الله فيك، قلنا السلام له 3 صفات، عطنا. الصفة الأولى السلام عليكم، والثانية السلام عليكم ورحمة الله، والثالثة أحسنت الله يفتح عليك. طيب شيخ أبو آدم، إذا سلم رجل على جماعة، تمام، سلم رجل على جماعة، فهل يلزم الجماعة كلهم أن يردوا عليه أم يكفي واحد؟ أحسنت الله يفتح عليك. أبو لقمان، إذا سلم رجل عليك
سنة السلام. والرد ما حكمه؟ ردك عليه واجب أم سنة؟ أحسنت، واجب، يعني إذا لم ترد عليه تأثم بذلك. طيب عندك يا شيخ حبيب، استحباب تكرار السلام ثلاثا، لماذا كان النبي عليه السلام أحيانا يسلم 3 مرات؟ لقول الرجل اللي هو الذي كان يعني في الصلاة يعني. أحسنت هذا الدليل، أحسنت أنه كان يكرر يدخل 3. لكن سؤالي النبي عليه السلام كان يسلم 3 لأنه أحيانا قد لا يسمع الصوت، يكون الناس كثير ولغط أصوات وارتفاع أصوات. هذيك لو كان المجلس كبير. إيه نعم، فإذا احتاج أن يعيد السلام يكرر السلام. نعم. طيب عندك شيء من السنة أن يسلم من على من. قلنا 4 أشياء، يسلم كذا على كذا، كذا على كذا. يسلم الماشي على القاعد، والراكب على الماشي، والماشي على من؟ على الجالس. أحسنت. والقليل على والصغير على الكبير. جزاكم الله خير جميعا، بارك الله فيكم. اسمحوا لي يا اخوان على الاطاله، صلى الله يفتح عليكم ويبارك فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله يحفظك وياك يا ابو احمد الغالي، مرحبا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعال يا شيخ، تعال يا شيخ.